في مرة كانت فيه غابة، الغابة دي كان فيها طور وجمل وجحش، فالجحش كل شوية يرفع بوزه للطور ويقول له عايز انام، يرفع بوزه للطور ويقول له عايز انام، يقول له اهدى لحد ياخدنا يطلع عين امنا كلنا، برضه ما فيش فايدة، صاحبنا عايز ينام، يقول له الطور عايز انام. جه في مرة الاثنين قال لهم، وقف قدامهم كده قال لهم انا لازم انام. هو ده طبع الحمير والله، اللي تلاقيه نهق كده تعرف هو ده طبع الحمير. المهم اللي حصل ايه؟ صاحبنا وقف على باب الغابه راح معدي فلاح قرارج كده، راح داخل جوه. قال لما اشوف الجحش ده، دخل جوه حظه حلو يا اخويا، لقي طور وجمل والجحش، راح مسك الطور والجمل وراح مسك الجحش وهوب راح راكب عليه. الطور قال له اتركب يلا، راحوا الجمل. طبعا الجمل له صلم يجي يشيل شويه القمح ويركن ياكل، الطور ليه في كتفه يحرط الشويه ويركن ياكل، والجحش بقى اللي رايح يركب واللي جاي يركب، واللي رايح ويركب واللي جاي يركب، كل ده عشان يطق الصوت اللي في دماغه. الجرح جرح السر، راقد بطلان. فالجمل بيقول له ايه يا جحش، طقت اللي في دماغك؟ قال له طقت اللي في دماغي وجيح على دماغي. والطور قال له عملتها، احنا ارتحنا، انت اللي جرحت جرح السر وراقد. قال له وانا هعمل ايه، ما هو ده طبع الحمير.